بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام. لدينا اليوم رؤية جديدة عن الإمام المهدي. الرؤيا رآها الرائي منذ 10 أيام، وصاحب الرؤيا سعودي ومقيم في مدينة المنورة. المهم ما يلفت في هذه الرؤيا هو تاريخ وتوقيت التاريخ الآن. يقول الرائي: رأيت فيما يرى النائم، إني دخلت الغرفة كلها كتب، وجلست في وسط الغرفة وبجواري بنت أو فتى لا أذكر بالتحديد. دخل علينا رجل كأنه قمر يعلوه شيبا أبيض، طلب مني أن أقرأ من الكتاب. مسكت الكتاب وفتحته لأقرأ، فقرأت: في هذه الليلة بلغ المهدي المنتظر 18 عاما، واستيقظت فزعا من النوم. وانتهت الرؤيا هنا. التأويل: إن صدقت الرؤيا وصدق الرائي، وكانت الرؤيا من الله عز وجل، ونحن نحسبها كذلك والله أعلم، لأن هذا التوقيت بالذات لم يكن أمر المهدي شائعا، ولم يكن هناك هذه الكمية من الناس التي ترى رؤى، ولا العلماء الذين يتحدثون عنه، ولا أي شيء، ولا ثورة عربية ولا غيرها. فالأمر كان بعيدا عن فكرة المهدي بهذه الانتشار. كانت هناك علامات كاحتلال العراق، كاحتلال سوريا، وجود إسرائيل أيضا، لكن تضخم الأمور وتواليها وحدوثها بهذه الشدة وانتشارها في بلاد المسلمين بهذه الكم الكبير، بل وصول الأمر إلى حافة الحرب العالمية الثالثة بين روسيا والصين من جهة، وأمريكا والغرب من جهة، وهذه الحرب حرب تكسير العظام. هذا كله لم يكن حادثا بهذا الشكل. لذلك فالرؤيا بحسب ظني مهمة والله أعلم في تحديد وقت الذي يظهر فيه الإمام المهدي، وفي تحديد سنه الآن. نذهب إلى الرؤيا. الرائي يقول: دخلت الغرفة كلها كنب، وجلست في وسط الغرفة بجوار بنت أو فتى لا أذكر بالتحديد. دخل علينا رجل كأنه قمر يعلوه شيبا أبيض. ربما هذه الإشارة إلى صدق الرؤيا. فالرؤيا التي فيها أشخاص بهذا الجمال والشيب حكمة وهيبة ودليل على الصدق، ربما تشير إلى صدق الرؤيا. طلب من الرائي أن يقرأ من الكتاب، هذا دليل أيضا، وكأنه يقرأ أو يتحدث عن سن المهدي من المصدر. هذا المصدر هو كتاب الغيب، فلا هو وقتها ولا نحن ولا غيرنا كان أمر ماضي منتشرا بهذه الصورة الكبيرة. فربما هذه دلائل على صدق الرؤيا. يقول: مسكت الكتاب وفتحته لأقرأ، فقرأت: في هذه الليلة بلغ المهدي المنتظر 18 عاما. أوكي، الرؤيا 1441 هجريا تقريبا، تزيد أو تنقص، لكن تقريبا 1421. نحن الآن 1446 هجريا. أوكي، 1421 هجريا من 1446 هجريا، تقريبا 26 سنة. الوقت الذي رأى فيه الرؤيا كان تقريبا 1421 سنة. عندما رأى الرؤيا 18 سنة، 26 هذا إذن يكون سن تقريبا نقول 26 سنة زائد 18 تقريبا 44 سنة. الآن طبعا فروقات التاريخ الهجري. نحن مثلا الآن في جماد الأول أو آخر 1446، لا يعرف بالتحديد رآها متى. 1421 هجرية، قبلها بسنة، بعدها بسنة، تقريبا سن المهدي الآن يدل حوالي 40 سنة، سواء 44 كما قالت الرؤيا
أو سن تقريبي أو قبلها أو بعدها. فالرؤيا تؤكد على ما نقوله دائما، أن سن الإمام المهدي الآن أصبح تقريبا من 40، تجاوزها بقليل أو أمامه قليل فقط ليبلغ 40. فإن صدقت الرؤيا وصدق الرائي دل هذا على أن المهدي على وشك الظهور. المهدي سيظهر قريبا جدا. إذا كان من 1441 ورأى الرجل رؤيا تخبر أن المهدي بلغ 18 عاما، هذا دليل على أن الأمر محسوم، وأن الرجل مختار، وأن الرجل معروف عند ملاء الأعلى، وأن الأمر مرتبط بمراحل معينة كتبها الله عز وجل عليه. بمجرد أن يتجاوز ويقترب من الوقت الذي قدره الله عز وجل له سيظهر في ميعاد محدد. هذا ظننا في تأويل الرؤيا، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي الكرام، لايك للفيديو لكي يقترحه نظام اليوتيوب، والاشتراك في القناة لكي يصل لكم كل ما هو جديد. إلى اللقاء في رؤيا جديدة.